السلام عليكم. اليوم في شيمة امور ان شاء الله راح نقول لكم كيفاش تقطعوا دجاجه، يعني باش تحصلوا على لي بار يعني ملاح كلهم شابين، حوالي 8 قطع، يعني تقدر توصليها حتى ل 10 قطع. واش راح ندير هنا؟ الدجاجه تاعي راني غسلتها من قبل، نقيها مليح، نغسلها بالماء والخل، ومن الاحسن انكم تخلوها تنشف مليح، يعني بعد ما تغسلوها خليها تنشف مليح في الفريجيدير تاعك باش تقطعيها، باش تجي التقطاع تاعها ساهل، لانه الا كانت مشمخه وكانت طريه راح تعذبك شويه في التقطاع. اللي تنشف راح تجيك سهله. واش راح نبداو؟ اول حاجه نبدا بها هي الفخاذ، هي لي كويس. شوفوا معايا مليح، نحكمو هكا، الموس لازم يكون مليح. هنا نقطع غير الجلده فقط كما راكي تشوفي. من بعد كي ندير بهذه الطريقه الفخذ وحده راح يبان، ونقطعو بكل سهوله. اذا ها هو الفخذ تاعي، ها هو كامل. اذا راح نزيد لكم الفخذ الثاني، تبعوني مليح. اذا نقطعو غير الجلده في الاول، من بعد كي نديرلو بهذه الطريقه نفعصو راح يبان الفخذ تاعنا من ناحيه، راح يبان يعني القطع تاعو، ونقطعو بكل سهوله. اذا ها هو هنا الفخذ تاعي هنا، يعني الا حبيتي تخليه فخذ كومبلي خليه. انا حنقسمو على 2. واش راح ندير؟ نحكمو بهذه الطريقه، نقسمو على 2، من بعد فحصيه على 2 راح يبان لك منين تقطعيه. اذا ها هو هذه قطعه، وها هي قطعه الفخذ. نزيد الفخذ الثاني كما قلت لك، حكميه بهذه الطريقه، نقطعو على 2. كيف ديال العظم حبسي، فحصيه على 2 راح يبان لك منين تقسميه، ونقسمو على 2. طريقه سهله. ها هي اون بار اخرى. هنا واش راح ندير؟ هنا هذه المنطقه راح نحيها تاع الجناح هكذا. نزيد الجناح الثاني حتى هو، هنا هذه تاع الظهر راح نفعصها على 2. ها هي يبانت لنا، نحيها كما رانا نشوفوا. انا هنا هذه انا ما نحبهاش، اذا دائما نحيها، واللي يحب يخليها يخليها، كل واحد له اختيار. ونقسم هذه على 2 بهذه الطريقه. هنا واش راح ندير؟ هذا العنق هذا راح نحيه بهذه الطريقه. اذا نحكموا الدجاجه تاعكم ونقطع. نزيد الجهه الاخرى. اذا نحي العنق. اذا هنا راني نحيته كما رانا نشوفوا، ها هو. هنا لي بومون هذوك نحوهم غير بالعقل كما رانا نشوفوا بهذه الطريقه. راح نحيهم. هنا واش راح ندير؟ راح نقسم الصدر تاعي على 2 كما رانا نشوفوا، وراه ملصقين فيه يعني النص تاع الجناح راه لاصق. راح نقسمه على 2 كما راك تشوفي. هنا هذه الجلده نحيها. اذا ما عجبتكمش الجلده نحوها، ما نخلوش الجلده. اذا ها هو الصدر قسمته على 2. هنا واش راح ندير؟ راح نقطع هذا الفخذ مع هذا الصدر، بسم الله. من هنا
كما رانا نشوفوا. اذا هنا انا راني قسمت عفوا. اذا ها هي مرسو، هذا العظم اذا نحيه. اذا ها هي ها هو طرف، يعني هذا يشبه بزاف الفخذ كما رانا نشوفوا. هذا تاع الفخذ، هذا هو اللي يسموه فرخ فخذ يعني، وهذا الفخذ يعني راهم يشابهوا. يعني نزيد الجهه الاخرى نفس الشيء، نقسموا لهنا. نقسموه، ها هو الطرف الاخر. اذا هنا بقاو لنا زوج طرف تاع الصدر. اذا هذا الا قسمتيه على 2 راح يعطيك زوج مرصاوات، حتى هذا الا قسمتيه على 2 راح يعطيك زوج مرصاوات. الان واش راح ندير؟ راح نشوفوا الدجاجه تاعنا كما رانا نشوفوا، ها هو. اذا هادو واش نديروا بهم؟ هادو دائما نديروهم بالون صوص، يعني ديري عدس ولا لوبيا ولا اي شيء. هادوما يعني للبنه فقط، هادو اللي نحيناهم، العنق والظهر كامل. هادوما لي بار تاع الدجاج. ها هو الطرف الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. هنا قاعده نقسمهم على 2. اذا راح نقسم الصدر على 2 كما رانا نشوفوا. ما قلت لك هنا الموس لازم يكون موس مليح قاطع باش يعاون في الخدمه، لانه الا ما كانش قاطع راح يعذبك. اذا ها هو مرسو اخر، 1 3 4 5 6 هذا السابع، هذا الثامن. نزيد الصدر الثاني حتى هو نقسمو على 2. قطعيه غير بالعقل. ها هو السابع، التاسع عفوا، ها هو العاشر. يعني هنا الدجاجه تاعنا راهي دارت لنا 10 تاع المرصوات كبار كما رانا نشوفوا. ها هما الصدر دارنا 4 5 6 7 8 9 10 قطع تاع الدجاج. ها هو يعني الدجاج تاعي قطعتها، يعني الا كانت شويه صغيره راح ندير لك 8 قطع، الا كانت كبيره مليحه راح ندير لك 10 قطع يعني للعائله كامل. ان شاء الله يكون عجبتكم الوصفه تاع يعني الفيديو تاع اليوم كيفاش نقطعوا الدجاجه. ولا عجبتكم يعني الطريقه، ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد، والى الملتقى ان شاء الله.